عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قبل الخوض في تفاصيل الخبر يرجى الاشتراك في قناة أوقات نيوز وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أولا بأول. كشفت وثائق تاريخية صادرة عن جمعية الجغرافيا والآثار لمقاطعة وهران Société de géographie et d'archéologie de la province d'Oran تعود لبدايات القرن العشرين عن معطيات جغرافية وسياسية حاسمة تؤكد السيادة التاريخية للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، بما في ذلك منطقة الساقية الحمراء والشرق الصحراوي. وفقا للمجلد 22 من نشرة الجمعية الصادر عام 1902، تضمن القسم الرابع المعنون به دراسة إقليمية للتجارة المغربية تقسيما جغرافيا دقيقا للمغرب كما كان متعارفا عليه في تلك الحقبة. وتكمن أهمية هذه الوثيقة في صدورها عن جهة علمية فرنسية رسمية في وقت كانت فيه القوى الاستعمارية ترسم خرائط المنطقة وتدرس تضاريسها بدقة متناهية. نقلت النشرة عن الباحث الفرنسي أوغست موليراس في كتابه المغرب المجهول تقسيمات المملكة المغربية التي كانت شائعة لدى النخبة المثقفة المغربية آنذاك، وصنفتها إلى 3 أجزاء رئيسية: المغرب الشمالي ويشمل الريف وجباله ودائرة فاس، المغرب الأوسط ويشمل بلاد البرابر، الأطلس المتوسط، منطقة مراكش، ومنطقة الظهرة التي تمتد غربا حتى حدود فكيك، المغرب الجنوبي. وهنا تكمن الأهمية القصوى للوثيقة، حيث أدرجت بشكل صريح ومباشر المناطق التالية كأجزاء أصيلة من المغرب: السوس، وادي درعا، الساقية الحمراء، والصحراء. ويشير التقرير التاريخي إلى أن التقسيم السياسي القديم للمغرب الذي كان يوزع المهام الإدارية والتجارية ظل قائما من الناحية الاقتصادية حتى مطلع القرن العشرين. كما تؤكد هذه الوثائق أن المناطق الصحراوية وعلى رأسها الساقية الحمراء لم تكن يوما أرضا خلاء أو كيانا منفصلا، بل كانت جزءا لا يتجزأ من النسيج الجغرافي والتجاري والسياسي للدولة المغربية. ويرى مراقبون أن هذه الأرشيفات الفرنسية التي طبعت في مطبعة ليفوك بوهران عام 1902 تشكل دليلا تاريخيا وقانونيا إضافيا يدعم الوحدة الترابية للمملكة، باعتبارها شهادة موثقة صادرة في سياق علمي يسبق فترة الحماية الفرنسية والإسبانية. برأيكم، هل تكفي مثل هذه الوثائق والأرشيفات التاريخية لحسم الجدل حول مغربية الصحراء وإبراز الحقائق التاريخية أمام العالم؟ لا تنسوا الاشتراك في قناة أوقات نيوز وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد حول أبرز القضايا التاريخية والسياسية والوثائق الحصرية.